السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. معكم محمد عادل من قناة استوديو المواهب. هنتكلم عن شرح الهندسة الصوتية للقرآن الكريم باستخدام فلاتر الويفز. هنحاول نستخدم بقدر الإمكان في الهندسة والشرح اللي احنا هنشرحه النهاردة بحيث ان الناس تعرف عنهم اكتر وتعرف استخدامهم. ده صوت القارئ استاذ محمد الشحات، هنشرح عليه الهندسة الصوتية للقرآن الكريم. فيا ريت تتابع معايا الفيديو للنهاية وتحاول انك انت تكون لابس هيدفون عشان تقدر تسمع التفاصيل كويس وتعرف المشاكل اللي في الصوت وتقدر تعالجها. نسمع مع بعض الصوت وتشوف ايه اللي فيه ونبدأ ان احنا نعمل عليه الهندسة الصوتية. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم. عشان تتعلم لازم يكون عندك صبر انك انت تسمع شروحات وتتابع الشرح للنهاية وتستفيد من كل تفاصيل بتتقال في الشرح، وكمان لازم تعرف كل فلتر او البلاجنز ده استخدامه في ايه وهيفيدني في ايه، مش ان انا احطه وخلاص او ان انا لقيت حد استخدمه يبقى انا كمان استخدمه. اول حاجة هنعمل اديت للصوت. لو مسجل بكارت صوت ومايك مش بيكون فيه وش او صوت نويز او الكلام دوت، بيكون الصوت نسبيا كويس ومش بيحتاج ان انت تضيف عليه مثلا اي فلتر بيشيل النويز او الكلام ده، لان خد بالك لو زودت منه بتشيل من جودة الصوت وبتضعف الصوت وبتلاقي في النهاية النتيجة وحشة معاك. ليه؟ لان بيبقى فيه فنيات بسيطة جدا لو انت خدت بالك منها او حاولت تجرب وتشتغل وتمارس هتاخد بالك من فنيات بسيطة جدا هي اللي تظهر جودة الصوت. طيب لو انا عندي وش بسيط او صوت هوا بسيط وحابب ان انا اشيله من الصوت بتاعي، هنستخدم من فلاتر الويفز ال NS1. ده ال NS1 من اجمل الفلاتر اللي انت تقدر تشيل بيها الوش او صوت الهوا او النويز، بس طبعا ما انصحكش ان انت تزود عن 20-25 بالكتير جدا، لان كل ما هتزود ممكن تزود لحد 50 هيكتم معاك. لو في صوت هوا او صوت وش هيكتمه مش هيبقى ظاهر معاك خالص، فما تفرحش بالموضوع ده لانك هتاخد من جودة الصوت. فلازم تكون في البداية انت مسجل الصوت كويس جدا ومراعي الريكورد يكون سليم ومظبوط، لان ده العمود اللي انت هتبني عليه. لو الريكورد من البداية سليم ومظبوط هتقدر ان انت تبني عليه وانت مطمن، انما لو الريكورد بايظ يبقى انت هتبني على بايظ، ففي النهاية تلاقي النتيجة سيئة ووحشة معاك. فانت مش اكتر من 20-25 بالكتير هتستخدم ال NS1 من شركة ويفز. تاني حاجة حابب اتكلم عنها ودي من الحاجات المهمة جدا، ان انت تظبط مستويات الصوت قبل ما تستخدم الكمبريسور. يعني لو عندك مكان الصوت فيه عالي كان الصوت فيه واطي، لما بتستخدم الكمبريسور بتضطر ان انت عشان تقلل العالي تضغط الكمبريسور. طبعا ممكن تكتم الصوت او تضيع من جودة الصوت لو استخدمت الكمبريسور بقوة وضغطت على الصوت بقوة. فانت اهم شيء انك انت وانت بتسجل تراعي مستويات الصوت تكون متقاربة من بعض، وبعد ما بتسجل هتضطر ان انت قبل ما تستخدم الكمبريسور انك تظبط مستويات الصوت تخلي المستويات قريبة من بعض. يعني مثلا لو في عندك مكان عالي شوية، يعني لو جينا خدنا بالنا مثلا في مكان هنا عالي زي ده كده وفي أماكن واطية زي ده كده، فنحاول نخلي الرينج متقارب من بعضه على قد ما نقدر قبل ما نستخدم الكمبريسور. يعني ممكن نعمل اوتوميشن للصوت، وده طبعا اللي انا برجحه وده الافضل، ان انت تعمل اوتوميشن يدوي للصوت عشان تظبط. يعني مكان زي كده مثلا تقدر ان انت توطيه كده عشان تخلي الرينج متقارب
من بعضه، فهتضطر انك انت تدور في كل الاصوات العالية توطيها، ولو عندك مكان واطي خالص تحاول ان انت ترفع منه شوية. طبعا موضوع مرهق وهياخد وقت طويل، وممكن يبقى عندك سورة من القرآن مدتها اكتر من نص ساعة، فطبعا عشان تقدر تعمل الموضوع ده هيبقى الموضوع مرهق وهياخد وقت كبير جدا منك. بس انا برجح طبعا ان انت تعمل الاوتوميشن اليدوي ده بايدك وتظبط مستويات الصوت. بس في حل بديل هنقدر ان احنا نعمل بيه الموضوع ده اوتوماتيك لوحده. هنستخدم من شركة ويفز برضو الفوكال ريدر. الفوكال ريدر بيعمل نفس اللي انت هتعمله الاوتوميشن، بس بدل ما انت تعمله مانوال بايدك، الفوكال ريدر هيعمل الموضوع ده اوتوماتيك لوحده. بتشغله على الصوت، وهو المكان العالي هو بيخفضه، والمكان الواطي هو بيرفع منه شوية، بحيث ان في النهاية تلاقي الرينج متقارب من بعضه. فانا افضل ان انت تعمل الاوتوميشن يدوي بايدك. بس طيب زي ما احنا قلنا نقترح الفوكال ريدر يعمل الموضوع ده اوتوماتيك من نفسه. برضو في عندنا اماكن بيكون فيها صوت نفس، لان اي حد بيسجل بياخد نفس. لو جينا خدنا بالنا هنا من المكان دوت، في هنا موجات طبعا واطية جدا اهي. فلو جينا نسمع كده، لو جينا ناخد بالنا في صوت نفس في المكان ده. مش عارف هو الصوت وصل لكم ولا لا. طيب، في ناس بتحب تقطع الاماكن اللي فيها النفس. بصراحة انا مش بحب الموضوع ده، لان تقطيع النفس بيخلي الموضوع يظهر انه مش طبيعي. او ممكن ان انت تعمل نفس اللي احنا عملناه، هتعمل اوتوميشن للاماكن اللي فيها النفس بالشكل كده. هتحاول ان احنا نوطيها على قد ما نقدر، بحيث ان احنا ما نقطعهاش خالص، لان لو قطعناها هيبان الموضوع ان هو مش طبيعي. فانا بفضل ان انت تعمل برضو اوتوميشن على النفس، بحيث ان انت توطيه شوية طويل اكتر من نص ساعة او اكتر. طيب، الحل البديل هنستخدم من فلاتر الويفز الدي بريس. لو جينا نسمع هنا كده صوت النفس ظاهر معانا هنا. انا سامعه في الهيدفون، مش عارف ممكن يكون واصل لكم ولا لا. اول ما بنفتح الدي بريس هو بيكتم صوت النفس. لو خدنا بالنا هو كتم صوت النفس، قفل هنا اهو باين في الخط هنا. بس طبعا بتقلله مش بتقفله خالص، يعني ترفع المؤشر لحد ما تحس انك انت صوت النفس قل، بحيث ان يكون الموضوع طبيعي، ما يكونش الصوت مقطوع خالص. بعد كده بيكون عندنا برضو مشاكل في الصوت، الحروف الحادة او الحروف الانفجارية، زي حرف السين والشين، الحروف اللي بتبقى ظاهرة في الصوت. فهنستخدم لها ديسر. ده ديسر برضو من شركة ويفز. بتظبطه على 35، وبتفتح من هنا كده وبتختار فول ميكس لو عايزه يأثر على كل الحروف الحادة، او ممكن بتختار الميل اس لو انت عايز يأثر على الحرف السين او حرف الشين. بتختار من هنا. ممكن نخليه فول ميكس ونسمع ونشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي. هناخد بالنا لما نشغل الصوت كل فلتر وهو بيعمل التأثير بتاعه. هنفتحهم كلهم بالشكل ده عشان نخليهم ثابتين. بندوس على العلامة دي. قاف
والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر ناخد بالنا هنا منهم فقال من الفوكال ريدر الكافرون هذا شيء عجيب وهو بيعمل أإذا اوتوميشن. متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص والNS1 الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى ناخد بالنا من السماء الدياسر فوقهم كيف بنيناها وهو كيف بيأثر في الحروف. بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض وناخد بالنا مددناها من وألقينا فيها الديبريس وهو رواسي بيقفل أماكن. وأنبتنا فيها صدق الله العظيم. اعذروني طبعا انا بتكلم والقرآن شغال، بس بحاول ان انا بقدر الامكان اوريكم التأثير او التغييرات اللي بيعملها كل فلتر او بلاجنز من دول. طبعا مجموعة فلاتر الويفز لا غنى عنها لأي مهندس صوت، بصراحة ممتازة جدا جدا جدا. هحاول ان انا اركز على اي حاجة هتفيد الشرح، هحاول ان انا استخدمها، ولو في فلاتر الناس مش عارفاها هحاول ان انا اخلي الناس تاخد فكرة عنها. الصوت تسمعه كويس جدا وتشوف ايه اللي الصوت محتاجه وتقدر ان انت تستخدمه. مش بس انك انت تستخدم الحاجة اللي انا حطيتها لازم انت تحطها، لا مش ضروري. ممكن يكون انت ما عندكش اي نويز او اي صوت وش، ما تستخدمش ال NS1 لان مش هيكون ليه اي فايدة معاك الا اذا انت محتاجه تستخدمه، مش محتاجه يبقى ما تحطهوش عشان ما فيش حاجة تأثر معاك على جودة الصوت. طبعا ما فيش حد هيقدر ان هو يسجل ويبقى الصوت معاه مظبوط 100%، لازم بتعدل اوتوميشن بايدك او ممكن تستخدم الفوكال ريدر، انت بتفتحه وهو بيشتغل لوحده. وكمان ممكن تقدر تستخدم فلاتر الويفز، مش بس الشرح هيفيد اللي بيستخدم برنامج البروتولز بس، لا اي حد بيستخدم برنامج تاني الشرح هيفيده. طيب بعد ما خلصنا التعديلات اللي احنا عايزين نعملها على الصوت، الاول هاخد دوبليكيت من الصوت وهنشيل من عليه البلجنز عشان يبقى موجود معانا الصوت الاصلي عشان نسمعه بعد ما نخلص الهندسة الصوتية. ده الصوت الاصلي هنسيبه كده، وده الصوت اللي احنا هنشتغل عليه، هنعمل له ريندر عشان نطبع عليه الفلاتر عشان نخف الحمل عن السي بي يو. ان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنكمل شرحنا وهنشوف هنعمل ايه تاني في الصوت. فيا ريت يا جماعة اللي يتابع معايا الشرح يتابع من البداية للنهاية عشان يقدر يستفيد وفي الاخر يحس بنتيجة مرضية. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.